أهلا بكم. إصلاح النظام الضريبي وجعله مواكبا للعصر وحفظ حق المواطن وضمان تقدير عادل لضرائبه، وأيضا مساهمة الإيراد الضريبي في موازنة الدولة. ملفات عدة نبحثها مع رئيس الهيئة العامة للضرائب السيد علي وعد علاوي. ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، وأهلا بضيف الكريم السيد علي وعد علاوي رئيس الهيئة العامة للضرائب. أهلا مرحبا وسهلا. بك. مرحبا، أهلا وسهلا. بدأتم بهذا المنصب قبل سنة تقريبا، نعم. وهناك تغييرات جذرية كانت وعملتم على الإصلاح الضريبي. حدثنا عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا، تحية لك ولمشاهدينك الكرام. حقيقة منذ ما يقارب عام بعد تكليف دولة رئيس الوزراء المحترم أن بمنصب رئيس الهيئة العامة للضرائب نعم. شرعنا في إجراء بعض التغييرات، منها التغييرات الإدارية، التغييرات الفنية اللي تخص عمل الهيئة العامة للضرائب. بتاريخ شهر الرابع كانت هناك مشكلة في الأمانات الضريبية. نعم. قدمنا 6 مقترحات لدولة رئيس الوزراء من أجل حل هذه المشكلة. بالفعل شكلت لجنة من مستشارين هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، ومن ثم بدأنا بحل هذه المشكلة. نعم. خلال الشهر الخامس توصلنا إلى حلول لهذه المقترحات الستة، وبدأت تطبيقها على أرض الواقع في الهيئة العامة للضرائب. ما هذه الحلول التي كانت؟ حلول مالية ومحاسبية زين. تخص الأمانات الضريبية حتى نمنع تكرار العملية اللي حدثت. من بعد هذه الشهر الخامس بدأنا بالعمل على تطبيق نظام الدفع الإلكتروني. نعم. في الهيئة العامة للضرائب اللي هو POS، حقيقة توجيهات دولة رئيس الوزراء والست معالي وزير المالية. بالشهر السابع قدمنا مقترح أيضا لدولة رئيس الوزراء. تم العمل بالدفع الإلكتروني؟ تم العمل؟ نعم، تم العمل. اختياري لحد الآن. اختياري. نعم. سوف أتحدث عن الدفع الإلكتروني، لكن هذا موجز اللي نعم. عملنا خلال هذه السنة. بدأنا بعدها قدمنا مقترح لدولة رئيس الوزراء بتطبيق نظام التقدير الذاتي. العراق البلد الوحيد لم يكن مطبقا لنظام التقدير الذاتي في الهيئة العامة للضرائب. أيضا شكلت لجنة ودرس موضوع التقدير الذاتي. نعم. سوف أتحدث عنها. نعم. بمعنى التقدير الذاتي هو أنه الشركة هي تقدم بياناتها. نعم. أو المكلف يقدم بياناته، وعلى الهيئة العامة للضرائب قبول هذه البيانات المالية وحساباتها الختامية، وعلى أثرها منح براءة الذمة. الأساس أو الأصل هو في منح براءة الذمة. نعم. ومن ثم بدأنا بتطبيق هذا التقدير الذاتي. في شهر التاسع أيضا قدمنا مقترح لإلغاء المنافذ الضريبية في الحدود. أيضا وافق مجلس الوزراء على إلغاء هذه المنافذ. من بعدها في شهر 12 كان هناك مؤتمر الإصلاح الضريبي، وهو المؤتمر الأول من نوعه حقيقة في الهيئة العامة للضرائب منذ تأسيس الهيئة العامة للضرائب. حضر دولة الرئيس المؤتمر والست معالي وزير المالية مجموعة من السادة الوزراء والسادة المختصين في موضوع الضرائب والمستشارين. حقيقة خرجنا بتوصيات في هذا المؤتمر. هذه التوصيات ما يقارب 30 توصية. هي الهدف من عندها هو إصلاح العمل الضريبي. اليوم المكلفين سواء كانوا أفراد أو شركات، أنا أتحدث عن المكلف، هو المكلف اللي هو دافع الضريبة سواء كان شركة أو فرد. زين. بدأنا بتطبيق مؤتمر الإصلاح الضريبي أو توصيات مؤتمر الإصلاح الضريبي وإنزالها على أرض الواقع. أيضا شكلت لجنة من قبل دولة رئيس الوزراء سميت اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر الإصلاح الضريبي. كل يوم خميس يعقد اجتماع في الهيئة العامة للضرائب برئاسة مستشار رئيس الوزراء الدكتور عبد الحسين العنبكي، وعضويتنا وعضوية مدير عام القانونية في وزارة المالية وديوان الرقابة، وحتى مختصون من خارج الوسط الوظيفي يعملون في هذه اللجنة. توصلنا إلى تطبيق هذه التوصيات. أهم هذه التوصيات هي توسعة الوعاء الضريبي. اليوم هسه خلينا نفصل هذه الأشياء. نبدأ بتفصيل. ما هي التوسعة وما هي الشرائح التي شملت بهذه التوسعة؟ نعم. توسعة الوعاء الضريبي كان أهم نقطة من توصيات المؤتمر الإصلاح الضريبي. هناك عاملين في العراق، شركات عاملة في العراق، قطاع خاص
كذلك أطباء، صيادلة، مستشفيات أهلية، كل ما يتعلق بالموضوع الطبي عاملين في العراق غير مسجلين. فمن خلال يعني توصيات هذا المؤتمر وسعنا الوعاء الضريبي الخاص بالشركات اللي هي تعمل في العراق، كان نكون شركات سيارات النقل اللي هي تاكسي المطار وتاكسي بلي وتاكسي كريم. هذه سابقا كما كانت مسجلة؟ لم تكن مسجلة ولم تكن خاضعة للضريبة. تعرف هذا استحقاق دولة. اليوم أنت تعمل في البلد، العالم الآن موجودة، حتى المحيط، الدول المحيطة بنا، كل شركة تعمل في بلد معين أو في منطقة معينة تكون خاضعة للضريبة، باعتبار الضريبة هي نقطة مهمة أو جهة المسؤولة الوحيدة عن الإيراد غير النفطي. إذا كان البلد نفطي، إذا كان البلد غير نفطي، فترى أنه الضرائب هي الجهة الأكبر أو القطاع الأكبر لاستحصال إيرادات للدولة. صحيح. فمن هذا المنطلق انطلقت الهيئة العامة للضرائب في توسعة الوعاء الضريبي، شملت السيارات، شركات الأجرة، تاكسي كريم، تاكسي المطار، كل هذه، مستشفيات الأهلية، الأطباء غير المسجلين، المدارس الأهلية، الكليات الأهلية الغير مسددة للضريبة، ما يقارب 72 جامعة وكلية أهلية. هذه أيضا يعني كانت مهمة في توسعة الوعاء الضريبي. كذلك موضوع البلوجرز اللي هم المشهورين نسميهم احنا الان، اللي يظهرون على مواقع التواصل الاجتماعي ويقدمون اعلان، احنا راح نفرض ضريبه على الاعلان، يعني ما راح نفرض ضريبه اذا كان المشهور عنده مثلا 5 مليون متابع، 1 مليون متابع، 500 ألف متابع، احنا ما يقدم اعلان ولا يروج لمنتج، احنا ما راح يكون خاضع للضريبه. في حال ترويجه الى منتج او اعلان راح يكون مبلغ الاعلان خاضع للضريبه، وهذا معمول به بكل العالم. هذا كيف راح يسيطرون عليه؟ هذه هناك خلال المتابعه، رصد، هناك آلية نعم. بيننا وبين هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات، هيئة الاتصال والإعلام ووزارة الاتصال. عقدنا اجتماعين أو 3 اجتماعات مع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الإصلاح الضريبي في الهيئة العامة للضرائب. هناك آلية، الآلية قيد الدراسة، ممكن تحتاج وقت، يعني كل اللي نتحدث به الآن هو سوف يطبق يعني تدريجيا أو تباعا إن شاء الله في الأيام القادمة، ممكن الأشهر القادمة. التوسعة طبقت يعني لمدارس والكليات وكذا طبقت. اليوم احنا عندنا كليات أهلية بدأت تسدد كل المبالغ اللي عليها من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع. هذا بيعود إلى عائد إلى الدولة حتى نقدر إنه نرفد خزينة الدولة بالمبالغ اللي تحتاجها. اليوم دولة رئيس الوزراء يعتمد وعنده توجه بالاعتماد على الإيرادات غير النفطية. نعم. أهم هذه الإيرادات أو أهم الجهات القطاعية المسؤولة عن هذه الإيرادات غير النفطية هي الضرائب والجمارك. هذه من أهم يعني والمنافذ من أهم الإيرادات غير النفطية. فكان يعني اهتمام دولة الرئيس في الهيئة العامة للضرائب اهتمام كبير جدا، كان متابع وما زال طبعا متابع لعمل الهيئة العامة للضرائب، وأنا سميته في أحد اللقاءات بالمتابعة المخيفة، وهو متابع من الطراز الأول حقيقة. يعني يتصل في أوقات متأخرة، كان يكون ثالثة فجرا، ثانية فجرا، ويسأل عن موضوع النتائج اللي توصل إليها مؤتمر الإصلاح الضريبي، الإيرادات اللي تحققت، المشاكل اللي تواجه العمل الهيئة. يعني اليوم أنا إذا كانت عندي مشكلة في عمل الهيئة ممكن أقدمها لست الوزيرة أو لدولة رئيس الوزراء. نعم. خلال 10 أيام أو أسبوع يعني تشكل لجنة وتحل هذه المشكلة حتى يمكننا من المضي قدما في تحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه للإيرادات الضريبية وللمواطن بشكل عام. بالتوسعة شملتم قطاعات كانت غير خاضعة للضريبة، وبنفس الوقت أطفأتم ديون لشركات موجودة. أتحدث عن نقاط توصيات المؤتمر الإصلاح الضريبي. النقطة الأولى كانت توسعة الوعاء الضريبي، شملنا ما يخص الأطباء والصيادلة والمستشفيات، كل هذه الأمور اللي كانت لم تكن مشمولة سابقا. إن شاء الله في الأيام القادمة القليلة عندنا اجتماع مع النقابات، وبالفعل حققنا أكثر من اجتماع مع النقابات وتوصلنا إلى آلية. هذه الآلية تمكن الطبيب والصيدلي وصاحب المختبر وصاحب مالك المستشفى من تسديد الضريبة، طبعا تسديدها بطريقة الدفع الإلكتروني بالبطاقة. نعم. دون أن يكون هناك عمليات ابتزاز أو فساد من قبل بعض ضعفاء النفوس في موظفي الهيئة العامة للضرائب، بعض وليس كل. راح نحدد انه الطبيب الحاصل على الشهاده العليا، الطبيب اللي يعني هناك تصنيف A+, A, B, C،
هذا 4 تصنيفات أو 5 راح تكون مقابل كل تصنيف راح يكون هناك مبلغ مالي مقطوع. يعني اليوم الطبيب اللي هو عنده شهادة البروف أو عنده اختصاص دقيق أو مشهور راح يكون A+. يعني مثال بسيط، ارقام مقطوعه يعني ارقام مقطوعه لكن غير خاضعه للتخمين يعني. غير خاضعه للتخمين. نعم. انا اليوم هدفي في الهيئه العامه للضرائب هو تحقيق مستوى عالي من الايراد، تحقيق مستوى عالي من الرضا سواء يكون الرضا الوظيفي او رضا المكلفين دافعي الضرائب. كذلك هو تقليل من التدخل العنصر البشري في عمل الهيئه العامه للضرائب. هذه النقطه اذا يعني حققناها بشكل كبير راح تحقق لنا نتائج حقيقه راح تكون ايجابيه جدا لعمل الهيئه العامه للضرائب. فبدانا بتوسعه الوعاء، شملنا الشركات التي لم تكن مشموله مثل شركات التاكسي كما تحدثت، كذلك البلوجرز والاعلان والمواقع التواصل الاجتماعي. هذه اموال الحقيقه تدفع عليها اموال كبيره جدا، وهذا حق واستحقاق للدوله يكون انه تستفاد منه الدوله في تعظيم ايرادها غير النفطي من خلال الهيئه العامه للضرائب. كذلك فيما يخص توصيه الشركات، عندنا في العراق شركات عامله ما يقارب 50,000 شركه عراقيه عامله ومسجله في الهيئه العامه للضرائب. بعض هذه الشركات لظروف معينه، لظروف عام 2014، لظروف عام 2019، ظروف كورونا، كل هذه الشركات حققت لم تستطع انه تسدد ما بذمتها من ضريبه، فتولدت عندها فوائد وغرامات. ايضا اخذنا قرار مجلس الوزراء بالتوصيات الاصلاح الضريبي انه نرفع او نضفي هذه الغرامات والفوائد على هذه الشركات، شريطه انه هذه الشركات تسدد اصل الضريبه، باعتبار انه اصل الضريبه هو ما يمكن يعني ولا نستطيع الغاء. الماده 28 الدستور مشرع بالقانون. نعم. تنص على انه الضريبه تعفى بقانون وتجبى بقانون، فاصل الضريبه اصل الدين ما ممكن اعفاء، لكن ممكن الفوائد والغرامات يصير عليها اطفاء، ايضا مو اعفاء، اطفاء. وهذا قرار ممكن ان يتخذ مجلس الوزراء، والفعل اتخذ هذا القرار. العمل جاري به وبشكل ممتاز جدا. اغلب الشركات، هذه فرصه للشركات. اليوم احنا بحركه اعمار كبيره برعايه دوله رئيس الوزراء، نشوف بناء، نشوف حركه اعمار كبيره، فنحتاج انه تساهم شركاتنا العراقيه لدخول هذه المناقصات ودخول هذه المشاريع واتمام هذه المشاريع. راح نبقى بهذا القرار اللي هو اطفاء الديون. نعم. لكن تسمح لي فاصل. مشاهدينا فاصل ونعود. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى، واهلا بضيفي الكريم. استاذ، كنا نتحدث عن قرار مجلس الوزراء لاطفاء الديون عن الشركات. نعم. وما فائده هذا القرار؟ نعم تفضل. حصلت الهيئه العامه للضرائب على قرار مجلس الوزراء باطفاء الفوائد والغرامات من هذه الشركات من اجل تمكين هذه الشركات من الاعاده الى العمل والاخذ ببراءه الذمه. اليوم الاصل في الهيئه العامه للضرائب هو براءه الذمه، براءه ذمه المكلف سواء كان فرد او شركه. فالآن أشوف نتائج هذا القرار نتائج محترمة. أعطيتهم فرصة أنه تكون أشياءهم كلها مثالية ومنظمة. هذا راح يعني يسأل سائل يقول هذا راح يقلل من الإيراد. نعم، في هذه السنة نعم. في هذه السنة ممكن أن يقلل الإيراد بشكل بسيط، لكن في السنوات السابقة نعم. سوف يتعوض هذا الإيراد باعتبار أنه هناك سياسة تصفير المشاكل بيننا وبين الهيئة العامة للضرائب وبين الشركات والعاملين في القطاع الخاص في الهيئة العامة للضرائب. اليوم أنا من أنطي فرصة، أمنحه فرصة حتى يجي يصفي أموره، الفوائد والغرامات السابقة أطفيها، يسدد لي أصل الضريبة. راح يبدي بداية جديدة السنة الثانية نعم. اللي هي سنة 2024 و25 وتباعا راح تكون هنا راح تكون هناك سهولة في التحاسب الضريبي، راح نساعده انه يدخل للعمل مره ثانيه. هذا فيما يخص الشركات. هناك ايضا من توصيات الاصلاح الضريبي او مؤتمر الاصلاح الضريبي هو موضوع عدم الممانعه. سابقا الهيئه العامه للضرائب كانت ما تمنح عدم الممانعه للشركات او الافراد دخول مناقصات او مزايدات الا بعد سداد كامل الضريبه او كامل مبالغ الضريبه. هذا يعني انه هناك مشكله انه الشركات لسبب ما كما تحدثنا سابقا انه ما عندها براءة الذمة او عدم الممانعة. ايضا اخذنا قرار مجلس الوزراء انه لا مانع من منح براءة الذمة تسهيلا لعمل الشركات العراقية على ان يعود بعد 90 يوم، على ان يتعهد
المكلف أو صاحب الشركة والمدير المفوض بمراجعة الهيئة العامة للضرائب خلال ال90 يوم في حال رسوب المناقصة أو المزايدة على الشركة وتسديد كامل. هذه كلها تسهيلات. هذه كلها تسهيلات من أجل أنه نفتح صفحة جديدة في عمل الهيئة العامة للضرائب وإصلاح حقيقي للهيئة العامة للضرائب. مردودها لحد الآن إيجابي؟ شفتوا أنه أكو تفاعل؟ إيجابي جدا، وهناك تفاعل كبير من الشركات. موضوع آخر هو موضوع التقدير الذاتي، موضوع مهم جدا. العراق لم يكن مطبقا لهذا التقدير الذاتي أو لهذه العملية. من بعد أعتقد 1/10/2023 حصلت موافقة مجلس الوزراء على تطبيق نظام التقدير الذاتي في الهيئة العامة للضرائب. هذا نظام مهم جدا. اليوم احنا اكو فجوة كبيرة بيننا وبين الإخوان في الشركات والعاملين في القطاع الخاص والهيئة العامة للضرائب. كان سابقا يقدم بياناته، هذه البيانات تدرس هذه البيانات ربما تحتاج إلى شهر أو شهرين حتى يكمل دراسة هذه البيانات، ومن ثم نعود بتوصية أنه يا إما نقبل هذه البيانات أو الحسابات الختامية أو نرفض بعض البيانات. الضريبة تتحقق عندما يكون هناك تحقق نجومي في الدخل. في العراق يطلق عليها تسمية الضريبة النجومية، يعني أي شخص أو أي فرد أو أي شركة تحقق ربح أو تنجم عن ربح عن نشاطها في العراق فهي خاضعة للضريبة. فأنا راح أقول له أنا أرفض هذه المصروفات. فهي عندنا مصروفات وعندنا إيراد وعندنا أرباح. فأنا راح يعلي مصروفاته حتى أرباحه تقل، حتى ضريبته تقل. اليوم أنا راح أقول له لا، أنا تقدير الذاتي أنت قدر، أنت قول أنا رابح مليار، رابح مليون، رابح 10، تعال تحاسب وياي ضريبيا. هذه أنا انطيت مبدأ ثقة، تعاملت أنه المكلف هو صادق. ربما بعض الآخر يقول لا، المكلف راح يقدم بيانات غير صحيحة وغير دقيقة، هذا راح يخفض أو يقلل من الإيراد الضريبي. من بعد عملية تقديم البيانات أنا راح أمنح براءة ذمة بنفس اليوم. هذه ما كانت تحدث سابقا، كان يحتاج 3 أشهر أو شهرين حتى نمنح براءة ذمة. أنا اليوم يقدم بياناته، إذا كانت مستوفية للشروط اليوم أنطي براءة ذمة، أو يعني بعد يوم أنطي براءة ذمة. من بعدها تروح هذه إلى قسم اسمه الفحص الضريبي. هذا القسم راح يدقق لاحقا كل البيانات المقدمة من وهذه الأرقام اللي انطاها صحيحة أو لا، وهذه الأرقام اللي انطاها صحيحة أو لا. طبعا هذه بلجنة من ديوان الرقابة وبلجنة من نقابة المحاسبين وبي يعني أعضاء بهذه اللجنة وبي من الهيئة العامة للضرائب قسم الفحص. وراح نرجع للتخمين مرة ثانية؟ لا، راح نرجع للفحص. أنا أفحص كل البيانات اللي قدمها صحيحة أو لا، يعني مو مخمن، راح يدققها مدقق. زين. احنا البيانات عندنا خبره بالهيئه العامه للضرائب وعندنا ضوابط وتعليمات نمشي عليها. فانا اليوم امنح براءه الذمه واعتبره هو صادق وبياناته اللي قدمها حقيقيه وواقعيه، وامشي براءه الذمه وامشي معاملته. لكن اذا ظهر خلاف ذلك هو يطبق عليه المواد القانونيه اللي موجوده في قانون ضريبه الدخل 113 سنه 82 اللي هي الماده 57 و58 و59 مكرره، اللي هي نفرض عليها الضريبه ومثليها. يعني اذا كانت ضريبته اللي هو انطاني اياها مليون، انا افرض عليه المليون زائد مليونين اللي هي يصير 3 مليون. فانا ما اعتقد انه اكو يعني مكلف او صاحب شركه حيجازف، راح يجازف بهذه المجازفه. وان جازف فاني اموالي محفوظه، حقوق الدولة محفوظة، عندنا قانون نطبق عليه القانون مواد 58 و59 مكررة ويدفع الضريبة ومثلي الضريبة. موضوع آخر في موضوع الإصلاح الضريبي هو موضوع تشابه الأسماء. حقيقة كانت تعاني الهيئة العامة للضرائب معاناة كبيرة وخاصة المكلفين في تشابه الأسماء، باعتبار احنا في العراق عندنا تشابه كبير للأسماء. عندنا علي حسين علي، عندنا أحمد علي حسين، هذه الأسماء يعني متشابهة بشكل كبير. أيضا عملنا على حذف كل الأسماء المتشابهة وإعادتها للجهات اللي زودت بها الهيئة العامة للضرائب، حتى زودنا باسم الأم والثلاثي والتولد، وكذلك إذا كان متزوج أو أعزب. هناك أكو قضية أخرى أنه تغيير الاسم بالمحكمة، يعني يحتاج مراجعة الهيئة العامة للضرائب حتى ذاك تغير اللقب أو الاسم، فيحتاج أنه تراجع الهيئة العامة للضرائب. هذا فيما يخص تشابه الأسماء، أيضا مشكلة كبيرة حلت الحمد لله. عندنا موضوع السيارات أو العجلات الخاضعة للضريبة، أيضا أخذنا قرار مجلس الوزراء بأن تكون التحاسب الضريبي هي قيمة ثابتة. لنفرض أنه سيارة 1 طن
نوع او العجله نوع بيك اب 1 طن، وموديلها يكون خاضع للضريبه. عندنا موديل 2013 فما دون هو غير خاضع للضريبه، 14 فما فوق هو خاضع للضريبه باعتبار انه قانون الاندثار هو 10 سنوات. فاحنا عندنا مثلا 2014 بيك اب 100,000 دينار، نفرض مثال يعني 100,000 دينار او 150,000، او الشاحنه المعينه او الاليه الانشائيه المعينه مثلا 300,000 دينار. هذا شنو؟ هذا خلى احنا ثبتنا قيمه، خلينا المكلف يعرف ايش قد ضريبته. يعني قللنا تدخل البشري او العنصر البشري، او هذه يسموها باسعار مقطوعه، اسعار مقطوعه. فاليوم نقطع الطريق على المخمن، وهاي الحالات. طبعا احنا مو كل المخمنين سيئين لا بالتاكيد، يعني اكو بعض الشخوص اللي احنا ايضا تعاملنا ببعض من عندهم، لكن تقليل من المشاكل يعني. لكن يعني بشكل عام اقلل تدخل العنصر البشري. اليوم اني الفلاح البسيط اللي عندي بيك اب، انا اعرف ضريبتي 100,000 دينار، فماكو داعي يقول لي ضريبتك مليون تعال انطيني مبلغ حتى اسوي لك اياها 100,000 دينار. هو واضحه ومعلون ومعلنه مسعره 100,000 دينار. هذا ايضا مهم. ايضا بالاضافه الى تسعيرها وتثبيت قيم معينه لهذه العجلات او لهذه الاليات، اخذنا موافقه مجلس الوزراء بان نفتح فرع او نسميه وحده تخمينيه في دائره المرور. هذا راح يساهم بشكل كبير من تقليل الروتين والجهد وعمليات الابتزاز والفساد. يعني مثال انه انا اليوم عندي عجله انشائيه اريد احولها في دائره المرور، عندما اكمل تحويلي لموقف معين او لدرجه معينه، بعدها لازم اروح للهيئه العامه للضرائب حتى اكمل براءه الذمه من الهيئه العامه للضرائب، ثم تعود للدائره، ارجع مره ثانيه الى دائره المرور من اجل استكمال عمليه نقل ملكيه هذه الاليه وهذه العجله. اليوم في مؤتمر الاصلاح الضريبي ماضين على فتح وحده تخمينيه مكونه من مخمن ومدقق وحاسبه الضريبه وكذلك مراقب او مدقق في الوحده التخمينيه في المرور. هذا يعني اذا كان المكلف عنده مصدر دخل واحد، لنفرض سياره او عجله او اليه، مصدر دخل واحد، انه يتحاسب بالمرور، يتحاسب ضريبيا في المرور. هناك قسم للضرائب داخل المديريه داخل المرور راح يسهل عمليه التحاسب الضريبي لهذه الشريحه. هذا راح يقلل الزخم الحاصل. متى يطبق هذا؟ ماضين يعني خلال الايام، خلال شهر ان شاء الله او اكثر. ستفتح اقسام للضريبه في البصره عندنا الان في دوائر التسجيل العقاري وفي مديريات في البصره عندنا في مديريات المرور عندنا وحده تخمينيه وعامله طبقت في البصره. راح ننقل هذه التجربه خلال الايام. وانا التقيت زرت النجف وزرنا دائره مرور النجف، وزرنا اعتقد بعض المحافظات الشماليه ايضا. اتفقنا على مكان المعين، الآلية اللي راح تكون، يعني ماشيين بالإجراءات. ممكن خلال يعني فترة معينة قادمة إن شاء الله تطبق هذا. أيضا في مؤتمر الإصلاح الضريبي نفس هذه العملية اللي كانت في المرور، نقلنا هذه التجربة إلى دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل. يعني اليوم المكلف إذا كان عنده مصدر دخل واحد، أو إذا كان غير مسجل في الهيئة العامة للضرائب وباع عقار، كان يكون دار، كون يكون غير شيء، او قطعه ارض، اذا بعد التاكد منه من حاسبه اللي راح تكون موجوده في دائره التسجيل العقاري، نفس الوحده التخمينيه اللي موجوده في المرور راح تكون وحده تخمينيه ضريبيه موجوده في دوائر التسجيل العقاري في كل محافظات العراق. هذا راح يخفف ويقلل من عمليات ايضا الروتين العالي، البيروقراطيه العاليه، عمليات الابتزاز. اليوم بعد تأكد من حاسبة الضريبة الموجودة في دائرة التسجيل العقاري لأي محافظة، إذا لم يكن مسجل ضريبيا وفقط يدفع ضريبة العقار أو ضريبة قطعة الأرض اللي العرصة اللي باعها، ويكمل عملية إجراء نقل ملكية في داخل عفوا دائرة التسجيل العقاري. نعم. هذا عندنا تواصل ويا السيد الوزير المحترم. اكو لقاء الاسبوع القادم مع ان شاء الله مع السيد الوزير، تواصلوا مكتبنا مع مكتب السيد الوزير، وراح تتم هذه العمليه ان شاء الله في وقت قريب ان شاء الله. خلينا نتحدث عن الشركات الاجنبيه العامله في العراق. هذا ملف يعني بهواي مشاكل، كيف سيطرتم عليه وكيف الحلول؟ انه احنا سمعنا انه يعني في شركات يعني تنطي ارقام غير، هناك دخلت هذه الشركات ضمن اصلاحكم الضريبي، كيف سيطرتم عليها؟
حقيقة كان هناك حصة للشركات النفطية. حضرتك تقصد الشركات النفطية؟ الشركات النفطية الأجنبية، نعم. العاملة في العراق. منذ عام 2011 صدر قانون 10 سنة 2011 أعتقد أو 9 اللي هو خاص بموضوع الشركات النفطية. نعم. إلى حد 23 كثير من الشركات النفطية لم تمنح براءة ذمة ضريبية رغم تسديدها مبالغها الضريبية، ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع. احنا عندنا أنواع من الضرائب. نعم. فيما يخص الشركات عندنا ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع. ضريبة الدخل هي عن الربح الناجم، الربح المتحقق، وضريبة الاستقطاع هي عن موظفيها العاملين سواء كانوا أجانب أو عراقيين العاملين في هذه الشركة. نعم. منذ عام 2011 ولحد عام 2023 هناك مشاكل. أيضا تطرقنا في الإصلاح الضريبي لهذه المشاكل، وبالفعل دولة الرئيس المحترم شكل لجنة برئاسة الدكتور جميل مدير عام المحاسبة في وزارة المالية، وعضويتنا وعضوية أحد أعضاء هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء. خلال فترة أعتقد 3 أشهر جلسنا مع عديد من الشركات النفطية العاملة الأجنبية العاملة في العراق، اطلعنا على المشاكل اللي تخص هذه الشركات الموجودة. حقيقة وصلنا إلى نتائج وحلول جيدة جدا. اليوم كان هناك زيارة لأحد السادة المستشارين للهيئة العامة للضرائب من أجل وضع آلية حل كاملة تخص هذه الشركات. يعني إذا كان هناك فرق، احنا عندنا في حسابات الهيئة العامة للضرائب هناك فرق، حسابات المقدمة من وزارة النفط أيضا، وكذلك الحسابات اللي قدمتها الشركات. فمن أجل يعني إنهاء هذا الملف زين تشكلت هذه اللجنة، ومع وزارة النفط حقيقة فاتني أذكر مع وزارة النفط اجتمعنا بالشركات في هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، وكذلك في وزارة المالية، وكذلك في الهيئة العامة للضرائب. زين. توصلنا إلى حلول راح يعني خلال الأيام القادمة راح نبدي نشيك كل هذه الشركات. الشركة اللي يعني خليني أسمع هذه الحلول، لكن تسمح لي فاصل. نعم. مشاهدينا فاصل ونعود. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى، واهلا بضيفي الكريم السيد علي وعد علاوي رئيس الهيئه العامه للضرائب. مرحبا بك مره اخرى. مرحبا. كنا نتحدث عن الحلول اللي وجدتوها لحل مشكله الشركات النفطيه الاجنبيه العامله في العراق. راح تكون هناك دراسه حقيقه لهذه الشركات والمبالغ المسدده من قبل هذه الشركات. اذا كانت الشركه مسدده لمبالغها في ضريبه الدخل والاستقطاع، فراح عن طريق اللجنه اللي شكلها دوله الرئيس راح تمنح براءه ذمه لهذه الشركه وينتهي ملف هذه الشركه، ومن ثم الشركه الاخرى. اذا كان هناك فرق الى الهيئه العامه للضرائب، فعلى الشركه تسديد ما بذمتها من فرق حسب ما ينص عليه قوانين الهيئه العامه للضرائب وقانون اللي هو 35% من الربحيه. قسم كبار المكلفين في الهيئه العامه للضرائب حقيقه قسم مهم جدا، وإدارة القسم وموظفي القسم بدرجة عالية من المسؤولية فيما يخص هذا الموضوع والمواضيع الأخرى اللي تتعلق، لأن محاسبة الشركات النفطية والشركات الكبرى هو في قسم كبار المكلفين، يبذلون جهود يعني كبيرة. لماذا ألزمتوهم يعني إنه بحيث أنه لازم هو يسدد ولازم يجي يعني يخضع لكل هذه الضوابط؟ ما راح أمنحه براءة ذمة حتى يقدر يمارس عمله. راح نقعد وياهم، واحنا قعدنا بالفعل وياهم وباجتماعات رسميه في هيئه المستشارين وفي وزاره الماليه، وحددنا النقاط اللي عليهم والنقاط اللي علينا. فقلت لك من اليوم راح يعني نبدا ان شاء الله انه الشركه اللي تستحق براءه ذمه راح نمنحها براءه ذمه. متجهين صوب الحلول، يعني انتهى الموضوع. انت ان شاء الله. طيب هناك ملف دائما في السنين السابقه كنا نسمع انه شركات الهاتف النقال عليها ديون كثيرة ما تسدد. كانت دائما هذه الأشياء يعني صح. تطلق في السوشيال ميديا. صح. نسمع أنه هناك أنه ملفات تفتح في هذه الشركات بالذات. كيف يعني توصلتوا لحل هذا الموضوع، وهل سددوا ما بذمتهم؟ يعني احنا عندنا 3 أهم شركات هي شركات نعم. الاتصال. أثير وآسيا هي آسيا وأثير وكورك. نعم.
فيما يخص موضوع كورك يعني هناك مشكله في ما يخص موضوع هذه الشركه، عليها لانها تعمل في كردستان. ما هي شركات الاتصالات عليها ان تدفع ضريبه في المركز، نعم. سواء كانت تعمل في الاقليم او في غير مكان. فكورك هناك مبالغ ضريبيه متحققه بذمه هذه الشركه. طالبنا هذه الشركه بهذه المبالغ. هناك دعوه يعني في القضاء، منظور امام القضاء، ويعني القضاء ياخذ مجراه، واحنا كهيئه عامه للضرائب كل اجراءاتنا المتعلقه بهذه الشركه استنفذناها وننتظر الحل. هذا فيما يخص كورك. آسيا وأثير كانت سابقا هناك بعض التلكؤات اللي تحدث بين تسديد هذه الشركات، لكن الآن يعني أعتقد كل ما بذمتهم سددوها ويسددون أقساطهم الشهرية اللي خاصة بالاستقطاع المباشر والضريبة السنوية اللي هي ضريبة الدخل، إلا بعض الأجزاء البسيطة، وأيضا ماضين بحل هذه الأجزاء. هي مبالغ حتى مو يعني تم السيطرة على هذا الملف؟ تم السيطرة تقريبا بنسبة يعني 70 إلى 75% على هذا الملف، وملف مهم حقيقة جدا. طيب يعني المواطن هسه مشاهدنا ويسمع بهذا الإصلاح الضريبي يقول لك أخاف أكو تغيير بالأرقام. إحنا ما عندنا تغيير بالأرقام، والمواطن ما له علاقة، والشرائح اللي ذكرناها هي قطاعات خاصة انشملت بالتوسعة يعني، لكن ماكو زيادة نعم، لا هو زيادة بالضريبة. تعرف أنت إذا تفرض زيادة لازم تأخذ تشريع. نعم. يعني زيادة بالضريبة ماكو، لكن هو يعني عملية إنه أنت شلون تثبت هذه القيم الضريبية، توصل للمكلف البسيط انه اليوم انت ترى ضريبتك هذا المبلغ، انه انت اذا تصرف هذا التصرف راح تكون ضريبتك هذه القيمه وهذا المبلغ، حتى المواطن يحس انه احنا اليوم يعني ندعم المواطن، ندعم الشركه، ندعم المكلفين حتى يجي يسدد لنا الضريبه. تدري انت الضريبه هي يعني واجب وطني على كل مكلف انه بدفع الضريبه انه يسدد ضريبته، وهذا استحقاق بلد واستحقاق دوله. هو بالتالي هي تعكس خدمات. بالتالي تعكس خدمات. يعني. احنا كهيئه عامه للضرائب احنا يعني ما مسؤوليتنا نعكسها الى خدمه. احنا مسؤوليتنا نجبيها ونحولها الى خزينه الدوله. نعم. ومن ثم خزينة الدولة تحولها إلى مشاريع صناعية، مشاريع صحية، مشاريع طرق، جسور. كل هذه الأمور إحنا نكون داعم، نكون رافد لخزينة الدولة بهذه المبالغ الضريبية. أيضا في الإصلاح الضريبي هناك شريحة من المكلفين بدفع الضريبة سميناهم الشريحة يعني البسيطة، أعفيناهم من الضريبة، إعفاء من الضريبة. يعني لا داعي لمراجعة هذه الشريحة، وهذا الكتاب عمم على كل فروعنا اللي بالغ 50 فرع. أكو شريحة معينة هذا مقدار الضريبة مالته هو يساوي إلى مقدار الإعفاء الضريبي بالقانون اللي هو السماح القانوني نسميه. فاني إذا هو ضمن السماح القانوني ليش يخليه يراجع الهيئة العامة للضرائب وحمله مسؤولية المراجعة وحمله مسؤولية أنه يراجع الفرع كان يكون بعيد عليه 100 كيلو 50 كيلو يروح ويرجع ومعاملته ما تنجز إلا بعد ما يجيب كتاب عدم ممانعة. لا، هذه الشريحة اللي دخلهم دون السماح هذه بعد ما يحتاجون يراجعون للهيئة العامة للضرائب، وهذه يعني شريحة واسعة من الشعب انه يعني ما يحتاج مراجعة الهيئة. وابلغنا الدوائر بكتب يعني كتب رسمية انه عدم مطالبة هذه الشريحة من يتعهد بانه دخله ضمن السماح بكتاب تأييد من الهيئة العامة للضرائب. طيب يعني في الآونة الأخيرة أنه سمعنا في البرلمان هناك خطورة أنه هذا الازدواج الضريبي مع دول، كون العراق أنه ما يمتلك شركات في تلك الدول. ما هذا الموضوع؟ يعني هو موضوع هذا موضوع اتفاقيات دولية هي اتفاقيات منع الازدواج الضريبي. أيضا دولة الرئيس خولنا بعقد اتفاقيات بمجلس الوزراء مع دول، أعتقد 6-7 اتفاقيات الآن سوف تتم عقدها تباعا. كل شهر يمكن عندنا اتفاق مع دول. عندنا في هذا الشهر مع دول مجاورة مثل سوريا، قطر، الأردن عندنا اتفاق معاهم، باكستان صار عندنا اتفاق معاهم، اليونان. هو موضوع منع الازدواج الضريبي يعني يخضع إلى قانون ويخضع إلى تعليمات. اليوم الازدواج الضريبي انت حتى ما تدفع يعني ضريبتين، سواء انت كنت عامل في العراق او عامل في الدوله الاخرى، زين، تدفع مره واحده.
احنا ما عندنا شركات عراقيه عامله في ذاك البلد، زين. عندنا شركات تعمل عندنا يمنا، بلدنا. فراح تدفع لنا الضريبه زين. مو للدوله الاخرى. هذا موضوع اخر. هناك يعني مواد، هذه المواد ضمن هذه الاتفاقيه مثل ماده الاقامه. اذا كانت الشركه او المؤسسه تاسست في العراق نفرض ولمده 6 اشهر تعتبر مقيمه. بقانون العراقي المقيم يخضع لقانون ضريبه الدخل العراقي، فاذا هذه الشركه او هذا الانشاء من انشئ بالعراق راح يخضع لقانون ضريبه الدخل العراقي. فبالعكس يعني انا اشوفها ايجابيه جدا. اذا ما بها مخاوف ولا بها اي شيء يعني. الحد يعني انا اشوفها جيده جدا. طيب تفيدنا بشركاتنا العامله تخضع نفس الموضوع اذا عندنا شركات عامله في؟ طبعا تخضع بنفس الموضوع. انت راح تساوي النسب. زين. اذا كنت عامل في العراق انت ضريبتك خلينا نقول 10% او 20%. اذا كنت عامل انت في دوله مثلا باكستان اللي صار اتفاق وياها ايضا تدفع ضريبه 10 او 20% حسب الاتفاق اللي صار. وهذا موضوع تدري يعني موضوع مهم، انه عندنا منع ازدواج ضريبي، عندنا اتفاقيات منع ازدواج مع دول كبرى مثل بريطانيا، مثل المانيا، مثل فرنسا، يعني مهمه جدا انا طيب. اشوف. طيب حتى نستفاد من الوقت ننتقل لملف اخر. عندنا احنا ضريبه موحده واقليم كردستان، وما هي التدابير اللي خليتوها لضبط هذا العمل يعني والتنسيق مع اقليم كردستان؟ احنا كضريبه موحده يعني لحد الان ما عندنا، لكن بتاريخ 1/8/2023 كنت انا رئيس وفد ذهبنا الى الاقليم مع موظفي الهيئه العامه للضرائب، مدراء اقسامنا في الهيئه العامه للضرائب. زين. كان هناك اتفاق مع الاقليم على توحيد الاجراءات الضريبيه بين حكومه المركز وحكومه الاقليم. تم التوصل الى اتفاق ومحضر اتفاق ما يقارب 15 فقره. كان هناك اعتراض على جزء من فقره في يوم 1 رمضان زين. المبارك الماضي اللي فات. كان هناك اتفاق على تعديل هذه الفقرة. زين. وتوقيع هذا الاتفاق بين حكومتنا، الحكومة المركزية والحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبالفعل تم الاتفاق وتم التوقيع على هذا المحضر، وتم إرسال المحضر إلى ست المعالي وزيرة المالية. مشكورة ست المعالي بعد تدقيق المحضر صادقت الست المعالي على هذا الفقرات، على هذه ال 15 فقرة اللي موجودة في محضر الاتفاق بيننا وبين الإخوان بالإقليم. ورفعنا المحضر أو أرسلنا إلى ممثلية الإقليم في الحكومة الاتحادية المركزية في بغداد حتى يبعثون هذا المحضر الاتفاق المصادق عليه من قبل وزارة المالية العراقية إلى حكومة الإقليم للمصادقة عليه، وفي انتظار المصادقة. إذا تمت المصادقة يعني نسبة كبيرة جدا من المشاكل العالقة، المشاكل الضريبية اللي تخص توحيد الإجراءات الضريبية بيننا وبين الإقليم راح يعني تحل هذه بنسبة عالية جدا وبنسبة كبيرة، راح تخفف وتحل من هذه المشاكل. ممكن يدخلون ضمن حاسبة واحدة يعني؟ وممكن صار الاتفاق انه يعني قلت لك 15 فقره من ضمنها فقرات جيده جدا. حاليا الخطوه اللي واصلها صادقت الحكومه يعني ست معالي وزيره الماليه صادقت على هذا المحضر بانتظار مصادقه حكومه الاقليم، وزاره الماليه في حكومه الاقليم على هذا المحضر، ومن ثم البدء بتطبيقه ان شاء الله. طيب يعني حملنا انه ضريبه ممارسه المهنه من تشمل وما هي نسبتها؟ حملنا هذه مسؤوليه من الناس يعني المهن مختلفه. زين. اذا كان محامي نسبه معينه، اذا كان طبيب نسبه معينه، اذا كان المهن العاديه اللي هي يعني كان يكون نجار، حداد، كل مهنه لها نسبه معينه بالضريبه، وهذه ايضا صادره بضوابط وتعليمات من الهيئه العامه للضرائب، وكل سنه تحدث. ممكن انه تزيد هذه النسبة أو ممكن أنه تبقى نفسها. يعني إحنا السادة المحامين يعني عندهم فئات أليف وباء وجيم، كل فئة لها ضريبة معينة، لكن بالنتيجة هي ضريبة يعني جيدة جدا، ويعني ممكن 60,000 دينار تطلع سنويا إذا كان المحامي أليف أو باء وجيم، ممكن تطلع. حقيقة أنا يعني لفت انتباهي قبل هذا الإصلاح الضريبي اللي حضرتكم يعني سعيتوا به وإن شاء الله طبق، هناك مفارقة يعني
هناك مهن بسيطة يعني كانت مفروضة عليها ضرائب، ومثلا عيادات الأطباء ما مشمولة بالضرائب، فهاي مفارقة يعني. هذه سابقا كانت هذه المفارقة حقيقة بعد دراسة لمدة يعني أعتقد استغرقت 3 أشهر، أنه إحنا درسنا كل هذه المهن مع الإخوان في الهيئة العامة للضرائب موظفينا. وجدنا أنه هناك يعني تحدثت يعني أكو ناس يعني ما المفروض ما تأخذ من عنده ضريبة حقيقة، لأن هو دخله ضمن السماح. هناك محلات بسيطة، محل بسيط داخله بالضرائب يعني تدخل بالضرائب، وتشوف مستشفيات وتشوف جامعات وتشوف غريب يعني. أطباء وتشوف صيادلة وتشوف مختبرات غير خاضعة للضريبة. فصار هنا هذا البالانس، احنا يعني من وسعنا الوعاء الضريبي يعني عفينا بعض الاخوان اللي تحدثنا عنهم الشريحه المعينه، لكن في المقابل احنا عوضناها بمهن كانت غير مسجله ضريبيا، الان سوف تتم او يتم تسجيلها واخضاعها للضريبه. وهذا قلت لك يعني هذا التوازن او هذا البالانس مهم جدا في عمليه الاحتساب الضريبي. طيب هل هناك فئات تعفى من الضرائب، وما هي هذه الفئات اذا كانت موجوده؟ اللي دخله هو يمثل السماح القانوني اللي هو موجود بالقانون اصلا. راح يعني بعد ما يحتاج يراجع الهيئه العامه للضرائب. يعني شنو الداعي من مراجعته للهيئه العامه للضرائب اذا هو كان ضمن السماح القانوني؟ ضمن السماح يعني هي درجه السماح ايش قد؟ السماح مبلغ يعني يختلف، السماح هناك سماح للزوج نفسه، للشخص نفسه، اذا كان متزوج، اذا كان عنده اولاد، يعني هذه عمليه حسابيه. زين. تخيل انت المراجع يعني يجي للهيئه العامه للضرائب كان يروح يحصل على موضوع الراتب اللي هو راتب الرعايه الاجتماعيه، فيقولوا له روح للهيئه العامه للضرائب حتى نتدقق او نتاكد او نتحقق انه انت ما عندك دخل وكذا. يروح يقدم طلب، من ثم الصادر، ومن ثم يدفع رسم، ومن ثم الى المخمن والى كاتب الاساس، ومن ثم الى المخمن، ومن ثم الى المدقق، ومن ثم الى الوكيل، ومن ثم الى المدير. وبالنتيجه هو غير خاضع الضريبه لانه ضمن السماح القانوني. ودخل كل هذه الدوامه. دخل بكل هذه الدوامه. نعم. هذه الدوامه دخل بها، ممكن يبتز بهذه اللحظه وبهذه الدوامه اللي تحدثت عنها. واني زدت عدد المراجعين للهيئه العامه دون نفع الى الهيئه العامه للضرائب. بالتاكيد. يعني ماكو ايراد دخل، بالعكس انا خسرت جهد وخسرت وقت وخسرت موظفين، وممكن ابتز هذا المكلف البسيط. لكن احنا في قرار الاصلاح الضريبي عفينا هذه الفئه اللي هي ضمن السماح القانوني. طيب احنا قبل لا نختم البرنامج وصلنا للنهايه، تحدثنا عن الاصلاح الضريبي وهذه خططكم الانيه اللي يعني تشتغلون عليها. خططكم المستقبليه باختصار؟ احنا يعني عندنا موضوع مهم جدا وهو هدف اساس وتارجت اساس للهيئه العامه وادارتها بدعم دوله رئيس الوزراء، وتطبيق النظام الالكتروني الشامل. ماضين به، رفعنا توصياتنا ورفعنا متطلباتنا الى ست معالي وزيره الماليه. حقيقه الست معالي اشرت على التوصيات لإكمال بعض الإجراءات الخاصة بهذه التوصيات. يعني حددت يعني مجموعة من المطالب من أجل إكمال هذه التوصيات. من بعد إكمال هذه المتطلبات عفوا لتطبيق النظام الضريبي راح ممكن تعرض على الشركات وتحال إلى الإعلان، ومن ثم للشركات حتى نختار إحدى الشركات زين لتطبيق نظام إلكتروني شامل. هذا الهدف الأساس. الهدف الثاني هو تحقيق الرضا ربما وظيفي وللمكلفين عن عمل الهيئة العامة للضرائب. يعني حقيقة أنا أشوف وأنا أطلع زيارات للفروع، أشوف هناك مستوى رضا من المكلف على عمل الهيئة العامة للضرائب يختلف عن السابق. هذا الشيء يفرح كثيرا. لكن أنت تسألني والمشاهد الآن يسأل يقول أنا بعدني أشوف وأسمع أنه أكو فساد في الهيئة العامة للضرائب في دائرة معينة في المحافظة المعينة. نعم، أنت اليوم تتحدث عن ثقافة فساد لسنين طوال. بالتأكيد. يعني أنا ما أتحدث عن حالة فساد في دائرة معينة أو حالتين أو 3 حالات. أتحدث بشكل عام. بشكل عام عن ثقافة فساد يعني سابقة. الآن بدينا إحنا تغييرات، عندنا أجرينا تغييرات من محافظة الموصل إلى محافظة البصرة. غيرنا مدراء فروع. يعني جيت لقيت مدراء فروع صار لهم 5-6 سنوات هو مدير فرع وما يمكن تغييره، يعني صعب تغييره لأسباب معينة حضرتك تعرفها.
غيرنا هذا المدير وجبنا مدير من الاختصاص والكفاءة ومتابعين. عندي زيارات لمحافظات جنوبية، عندي زيارات لمحافظات الوسط، عندي زيارات لمحافظات الشمالية. يوم غد عندي زيارة لمحافظة واسط للهيئة العامة للضرائب أو دائرة الضريبة في محافظة واسط. من بعدها عندي زيارة إلى محافظة البصرة. بالمناسبة يعني الست المعالي أيضا داعمة الهيئة العامة للضرائب، أخذنا موافقة ست وزيرة المالية على افتتاح فروع ضريبية جديدة من أجل توسعة الوعاء الضريبي، من أجل تقليل الزخم عن المراجعين في الوحدات الضريبية أو الهيئات الفروع الضريبية. أخذنا موافقة الوزيرة على فتح فرعين في البصرة. القرنة اليوم صار اتصال مع مقام القرنة، أعتقد الفرع كمل. احنا وصلنا لنهاية البرنامج، نتمنى لكم كل التوفيق. السيد علي وعد علاوي رئيس الهيئة العامة للضرائب، كنت ضيف عزيز علينا ونتمنى لك التوفيق بعملك إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم وشكرا لقناتكم الكريمة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، حتى ألتقيكم في حلقات أخرى، في أمان الله.